بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم إرادة الشعب الليبي التي فجرت ثورة الفاتح من سبتمبر المجيدة تحقيقا للحرية الكاملة. تفتتح الجلسة الأولى لمفاوضات إجراء القوات الأمريكية عن أرض الجمهورية العربية الليبية. أولا، أن يحيي الشعب الأمريكي صانع الحضارة الأمريكية وغازي الفضاء وراية عصر التكنولوجيا. وأنا أسمع أن أمريكا تقول أنها زعيمة العالم الحر، ونحن نؤمن أن الحر هو الذي يقدس قضية الحرية في كل مكان. فعلى أمريكا أن تبرهن الآن على مدى إيمانها بحرية الشعوب عندما تسحب قواتها فورا ودون قيد أو شرط. ثالثا، إذا كان دخول القوات البريطانية إلى ليبيا له ما يبرره في ذلك الوقت، فإن إقامة القاعدة الأمريكية فوق الأرض الليبية لا مبرر له على الإطلاق، سوى خيانة حكام ليبيا السابقين من جهة وجهل المطبق من جهة أخرى. والشيء الذي بني على باطل فهو باطل، والمعطيات الخاطئة تؤدي إلى نتائج أخطر. وحيث أن القاعدة لا مبرر لها من البداية، فكيف يكون لها مبرر البقاء في النهاية؟ وشعب ليبيا رفض حكام الخونة ليلة الفاتح من سبتمبر، ويرفض القاعدة هذه الليلة ليلة 7 من شوال. رابعا، أن الجمهورية العربية الليبية أعلنت مبدأ الحياد المطلق عدم الانحياز، وهذا يتعارض مع وجود قاعدة عسكرية لدولة متورطة في حرب دامية مع شعب كشعب فيتنام. خامسا، نحن نؤمن بالسلام القائم على العدل، وبذلك نرضى أن تكون بلادنا قاعدة انطلاق وعدوان لحلف شمال الأطلسي أو غيره من الأحلاف. سادسا، أن الشعب الليبي لا يذكر تاريخ القاعدة الأمريكية بأي خير، وإنما يذكر مأساة الفتاة البرية معتيقة، ويتهم القاعدة مهما كان مدى صحة الاتهام أو عدمه بتدريب الإسرائيليين وبالهجوم الجوي على الدول العربية الشقيقة، وبتعريض سلامة الشعب الليبي للدمار بوجود القنابل الذرية في هذه القاعدة، أو عند مواجهة ساخنة بين أطلس ووارسو. كما يتهمها حتى بأعمال التخريب والتهريب، وما تهريب اليهودي الليبي في صندوق بعد الثورة ببعيد، وما إخراج بنادق القناصة وقضية أخوان فلزوني بخافية. سابعا، وعلى العموم فنحن أمة تغفر قد تغفر ولكنها لا تنسى. ثامنا، رغبة منا في إقامة علاقات سليمة مع الشعب الأمريكي العظيم، وإيمان منا أيضا بأن كافة المعاهدات والاتفاقات والعلاقات التي أقيمت بين ليبيا وأمريكا في ظل القاعدة العسكرية الأمريكية تنقصها الشرعية من جهة ومرفوض الآن من جهة أخرى، فإننا نطلب إخلاء القاعدة فورا دون أي قيد، ليصفو بعد ذلك الجو بين البلدين لبناء علاقة نافعة على أساس من الصداقة والمساواة، لا على أسس الإكراه والتهديد بالقوة. تاسعا، أن الشعب الليبي الذي يطالب بالجلاء التام الناجز الآن، فهو يملك بكل تأكيد حق الدفاع عن نفسه وإرادة تحقيق حريته فوق أرضه، لأنه قادر أن يتحول إلى جيش قوامه 1.5 مليون مقاوم، وأن أمريكا أدرى من غيرها بفاعلية المقاومة الشعبية وعجز الأساطيل والجيوش النظامية مهما كانت قوتها. عاشرا وأخيرا، أنا على ثقة من أن روح التفاهم الودي والاحترام المتبادل متوافر اليوم. والسلام.